إن العالم في حد ذاته ليس معقول. ذلك ما يمكن أن يقال، ومهما جاهدت أن أفهم الأشياء وحتى أقداري وغايتي الخاصة تأكدت غربتها عني وجهلها بي وحتى إنكارها لوجودي. النهاردة هنشرح ونتكلم عن فيلم المجهول، إخراج أشرف فهمي وأسامة فوزي وتأليف الكاتب الفيلسوف ألبير كامو. يلا بينا. بس مش انت بس اللي هتروح النار، لا، انت وكل اللي بيحبوا السينما ويروحوها. في الحقيقة فيلم المجهول واحد من أكتر الأفلام اللي ناقشت قضية العبثية بشكل مكثف ورائع، ولكن خلينا نقول إن هنا إحنا جايين نتكلم عن الفيلم بشكل مستقل بدون الالتفات للرواية إلا في بعض الأوقات اللي هنضطر نعمل فيها كده. فاجهز كده معايا واستعد عشان هنخش رحلة في داخل تحفة فنية قدمها لنا أشرف فهمي وأسامة فوزي وألبير كامو. في البداية خلينا نتكلم عن اسم الفيلم واسم المسرحية. اسم المسرحية هو سوء تفاهم، واسم الفيلم هو المجهول. للوهلة الأولى لو شفت الفيلم تشك إن سوء التفاهم هو سوء التفاهم اللي حصل في القصة وأدى إلى كل ذلك، ولكن يا صديقي سوء التفاهم هو سوء التفاهم حرفياً، سوء التفاهم بين البشر وبعضهم، وفي أصل التعبير عن المشاعر وكثرة التفكير وفرض الاحتمالات بدون كلام واضح وصريح يؤدي إلى سوء التفاهم. وسوء التفاهم الأكبر هو وجودنا في العالم كله عبارة عن سوء تفاهم، وفي الحقيقة هو ده التفسير الأفضل للعبثية. لأن العبثية عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجهودات الإنسان لإدراك معنى الكون اللي دايما بتنتهي بالفشل الحتمي، ولذلك هي عبثية. وده لأن المعنى المنشود غير موجود أساسا، وده اللي كان بيحاول بطلنا يعمله طول القصة بتاعتنا، إيجاد المعنى ورا كل اللي بيحصل في حياته، لحد ما بنكتشف في النهاية إن المعنى والغرض هي غرايز إنسانية بتؤدي لقصة تنافي قواعد المنطق أو تنافي أساسها. فالكون كله عبارة عن سوء تفاهم، وأي محاولة منك لفهمه والتدخل فيه هيؤدي بيك للاصطدام بيه وهلاكك، وهتتصدم بيه بسبب محاولتك المتكررة لفهمه. طب ده بالنسبة للرواية. أما الفيلم وهو المجهول، ودي تبقى أول لمسة فنية منهم في الاسم، وهو تحويل سوء التفاهم لمجهول، وكأن الرؤية السينمائية هنا بتاخد بعد للنظرة الفنية في القصة. فباختصار ومن غير ما أطول عليك، كل ما هو ناتج عن سوء الفهم هو مجهول وغير معروف وموتر ومتعب، ونهايته هتؤدي للهلاك زي ناجي وزي الأم. وخليك فاكر السطرين دول كويس لحد آخر الحلقة. طيب كفاية كلام هنا عن الرواية وخلينا نخش في الفيلم بتاعنا مباشرة. المجهول بيبتدي الفيلم بتاعنا في صلب الموضوع عن طريق مشهد تعريفي باللي احنا داخلين عليه. أم وبنتها وعامل عجوز أصم وأبكم عندهم فندق في حتة بعيدة في كندا، وكل زبون يجي لهم يقتلوه ياخدوا كل فلوسه. وناجي اللي بيسافر لكندا مخصوص عشان يدور على أمه وأخته اللي مختفيين عنه من سنين، وهو بيحاول يدور عليهم. ودول شخصيات الفيلم، واللي خلونا ندي نبذة بسيطة عن كل واحد فيهم عشان تفهم كلامي أكتر في نص الحلقة. ناجي مهندس معماري غني جدا وميسور الحال في منتصف شبابه، بعد ما أبوه خبى عنه إن له أم وأخت عايشين في كندا وهو منفصل عن أمه من سنين، فبيقرر يروح مخصوص لكندا عشان يدور عليهم. واللي على الرغم من إن بتواجهه صعوبات كتير جدا جدا في رحلة البحث عنهم، إلا إنه بيعاند ويحاول كتير عشان يوصل لهم، لأن من وجهة نظره هيبقى سعيد لما يلاقيهم. الأم وهي ست كبيرة في السن، شخصية قوية ومسيطرة لأقصى درجة، عايشة هي وبنتها في الفندق، وهي صاحبة فكرة القتل عشان تجمع أكبر قدر ممكن من الفلوس عشان تبقى سعيدة. الخادم، وده بقى أجمل وأحلى دور، وهو بطل الفيلم الحقيقي بتاعنا، واللي لسه لما نخش في الفيلم هنتكلم عنه أكتر. وهو خادم أصم وأبكم عنده تأخر عقلي رغم كونه عجوز، بس عايش بعقل طفل عنده 3 سنين. وعايزك تركز قوي مع الشخصية دي عشان دي أكتر شخصية هنتكلم عنها. البنت مديحة، وهي أخت ناجي، عايشة مع أمها من سنين طويلة في الفندق، وبتساعدها في سلسلة جرائم القتل اللي بتوضح لينا في بداية الفيلم. عندها شعور قاتل بالوحدة والاكتئاب والبؤس والفراغ العاطفي. دي شخصيات الفيلم بتاعتنا باختصار شديد عشان ما تتوهش مني في بداية القول. يلا بقى بينا نخش على الفيلم. أول مشهد عندنا بيعرف تعريف أعمق للشخصيات من خلال الكاميرا والمزيكا، وبنبدأ بشخصية الخادم، خلينا نسميه في الحلقة الطفل عشان لسه هنتكلم عنه كتير قوي، اللي وهو بيقتل مبتسم وسعيد ومبسوط عشان واخد الموضوع ببساطة،
وفي الحقيقة ده مش جديد بالنسبة لرؤية أسامة فوزي وأشرف فهمي عن الموت، وبالأخص أسامة فوزي، وهو التعامل مع الموت بالتجاهل، وإن مش هو العامل الأساسي في الفيلم أو في الحياة عموما، فبيتعامل معه الطفل وكأنه لعبة. وعشان كده هو ده الشخصية الرئيسية بتاعتنا في الفيلم، الشخصية الوحيدة اللي لا تبحث عن تفسيرات. الأم مفهمة إن هي لعبة، فبيتعامل معاها على إنها لعبة، بل بالعكس ده بيستمتع أكتر عشان بيقدر يبص على الطيور اللي في السماء. وبنفهم أكتر شدة تعلق الطفل بالطيران وبالطيور، وإن نفسه في يوم من الأيام يطير زيهم. وهكلمك عن علاقة الطفل بالطيور دي بعدين. نروح بقى لناجي مع مراته، وهو لسه واصل كندا عشان يدور على أمه وأخته عشان يتعرف عليهم. ولكن ركز معايا هنا لما بيتكلم مع مراته في أول 10 دقايق في الفيلم بتقول له جملة عظيمة قوي رغم بساطتها تقدر تنهي بيها الفيلم كله. تفتكر الموقف هيكون بالبساطة دي؟ المهم انت ما تكبرش الموضوع وكل حاجة هتمشي طبيعي. بس كده، عايزك تاخد الجملة دي وتخليها في مخك طول الفيلم عشان هنرجع لها تاني في نص الحلقة. وعندنا هنا الكادر ده بيبان الشبه الكبير بين الابن والأم، وكمان سناء جميل كانت بتقولها على لسانها في نص الفيلم لما اتسألت عنه. كل اللي كان يشوفه كان يقول انه يشبهني. وفعلا دي أول حاجة تتلاحظ في الفيلم، إن هما الاتنين شبه بعض جدا جدا بالرغم من اختلاف الأهداف، إلى إن ناجي شخص مش مهم عنده الفلوس وأمه المهم عندها الفلوس. التناقض ده يقوي المعنى الرئيسي من شخصياتهم، أو المعنى اللي عايز يوصله لك كامو. الأم بتعمل كده عشان ترجع تزور ابنها، فبتعاند العالم كله وبتقرر تصدر أحكام بموت وحياة الناس، وهو بيسيب مراته ويعاند كل العالم عشان يوصل لأمه وأخته. الاتنين شخصيات متسلطة، والاتنين ضحية سوء التفاهم والمجهول. ناجي ضحية جهله بسبب طلاق أبوه من أمه وطردها، والأم ضحية سوء التفاهم اللي حصل مع جوزها برضه، وده بيتقال على لسانها. انا نفسي عشت مع ابوكي 10 سنين برضه معرفتوش. وده غير اللي حصل مع ابنها في آخر الفيلم من سوء تفاهم برضه، والاتنين بيدوروا على أمور مجهولة. فناجي مش ضحية بشكل ما، على قد ما ألبير كامو عايز يوصلك إن حتى لو غرضك نبيل أو دنيء، اصطدامك بالعالم هيؤدي بيك للهلاك الحتمي، وده اللي عايز يوصله لك كامو بوجود شخصية مجهولة زي الأب وزي رمزي في حياة مديحة، واللي لسه هنتكلم عنها بعدين. وجود شخصيات مجهولة زي دي الفيلم سايبهم مجهولين أكبر دليل على إن سوء الفهم مستمر، ومحاولة تبرير وتفسير الأشياء المجهولة بالنسبة لك، وتتصدم لما تعرف الحقيقة إنها مش نبيلة ولا بطولية. مديحة لما عرفت ليه رمزي سابها اتصدمت إنه راح يتجوز واحدة ما يعرفهاش عشان غنية ومعاها فلوس. واحدة إيه؟ واتجوز واحدة ما يعرفهاش. واحدة مجهولة بالنسبة له. ودواخيني يا لمونة دواخيني في دنيا الإنسان الباحث عن المجهول. وده يرجعنا يا صديقي للي كلمتك عنه، وهي كله بيدور على مصالحه الشخصية، ما بيهموش بقى عدد الضحايا اللي سابهم وراه ولا حتى الثمن اللي ممكن يدفعه. بنروح بقى لمشهد جميل جدا لطفل الفيلم بتاعنا، واللي بالمناسبة عادل أدهم عمل الدور ده كما يقول الكتاب وأفضل ما قاله الكتاب، عشان نشوف في مشهد جميل مع الطيور وهو بيحاول يقلدهم ويطير. فبتيجي الكاميرا بشكل متكرر على الكلب وهو بيعوم في المية. هنا المخرج بيربط الكلب بالطفل بتاعنا، بيقول لنا إن حياة الكلب ده عاملة زي حياة الطفل بتاعنا كده، هما الاتنين أوفياء لراعيهم، وهما الاتنين محبين للحياة. والحقيقة مزيكا سامي نصير الجميلة كانت هي لسان ذلك الطفل اللي ما بيتكلمش وما بيسمعش، فبنشوف سعادته وبراءته الجميلة. وطبعا أداء عادل أدهم الصامت العبقري، نفسه يطير في السماء ويبقى حر وهو من غير جناحات، نفسه يشوف الدنيا بعينه وهو براحته، بس بمسافة ما بيمشي الطير وبيسيبه بيحزن وبيتصدم بحقيقة إنه على الأرض مش في السماء، وإنه كلب مش طير. وفي حاجة جميلة قوي عملها عادل أدهم، وفي الحقيقة دي عبقرية ممثل، ما كانش ينفع أتكلم عن المخرج في المشهد ده وانسى الممثل فيها أبدا. بيبقى باصص للسماء ومبسوط وسعيد وعينه مش شايفة غير الطير والسحاب، ولكن لما بيختفي الطير بترجع الكاميرا على الكلب تاني وهو خارج من المية بعد ما لعب واستمتع. فالمخرج بيقول لك إن الطفل اتصدم بالواقع ورجع لحياته، وبيأكد بقى على الكلام ده أداء عادل أدهم العبقري لما بينزل عينه من على السماء للأرض وملامح وشه بتتغير من السعادة للحزن. خلاص احنا كده فهمنا معلومات كويسة عن بطل فيلمنا وهو الطفل، وهو إن نفسه يبقى طير حر وبيتحرك مكان ما يحب، ولكنه في النهاية كلب له سيد بيرعاه وبيأكله. يسيبنا كده عم أشرف فهمي وعم أسامة فوزي؟ لا، لازم يأكدوا لك على المعلومة بالمشهد ده.
وهي الأم وهي ماشية في مترو الأنفاق رابطة الطفل بتاعنا بسلسلة حديد وشداه منها ومشيلاه طلبات الأوتيل بتاعتها. ولكن المشهد ما بيخلصش لحد هنا، والطفل والأم بيخرجوا من الكادر وبيركز المخرج على التمثال ده. وفي الحقيقة هو مش تمثال، هي شجرة. الشجرة دي اسمها الشجرة العارية الشاهقة لنحات إيطالي اسمه جوزيف ريفاسر. عمل إيه بقى عم جوزيف؟ جاب شجرة عمرها 150 سنة على الأرض ونحت عليها 5 وجوه بسيطة صامتة، ولكنهم 5 وجوه بيمثلوا الأعراق ال5 لأصل الجنس البشري، وهي أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، كلهم طالعين من جذع شجرة واحد عريق وقديم على كوكب الأرض. كلهم في النهاية بشر، وهو ده هدف الشجرة العارية الشاهقة، رسالة عن الإنسانية المشتركة. وده اللي كلمتك عنه في أول الحلقة خالص، إن فعلا الفيلم عظمته بترجع لمخرجينه والكامو، مش لكامو بس، اللي طول الفيلم بيتكلموا وبيتناقشوا مع بعض بلغة السينما، وما أعظمها لغة يا صديقي. بعدها بنكمل المشهد عشان الأم تخش محل جرايد، فبيشوف الطفل بتاعنا مجلة عليها صورة عصافير. في الحقيقة الكلوزاية بتاعت عادل أدهم في المشهد ده هي الأساس عندي، وأنا في الحقيقة بكلمك عن المشهد ده مش عشان حاجة، عشان أوريك وش عادل أدهم بس. وبما إننا جبنا سيرة الكلوزاية دي فلازم أتكلم عن تسكين الدور. بعيدا عن إن الدور على الورق عظيم، عجوز بروح طفل، إلى إنه تسكين عادل أدهم تحدي عظيم 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 من هنا للصبح. ممثل ملامحه حادة وقاسية والجمهور متعود عليه كشرير، ورؤيته للوهلة الأولى تخوفك منه، بيعمل رياكشنات طفل وتصرفات أطفال تخليك تتعاطف معاه. وبرضه زي ما قلت، عادل أدهم وسامي نصير الملحن مشتركين في الحالة العظيمة دي، بحيث كل ما بتيجي الكاميرا على عادل أدهم تسمع المزيكا الجميلة دي. وازاي مدمزيل مديحة؟ فخلاص انت قدرت تستوعب الحالة. بعدها مباشرة بنروح للقطة مهمة قوي رغم بساطتها، إلى إنها مهمة جدا. الطفل لما بيلاقي الأم سابت السلسلة بياخد إيديها ويديها السلسلة تاني. ده ليه؟ لأنه بيحلم يبقى طير، بس هو في الحقيقة للأسف كلب وفي. ونأكد أكتر بمشهد الأكل، الطفل قاعد بياكل والكلب قاعد بياكل. الكلب بياكل بمنتهى البساطة، والطفل بتاعنا بيصطدم بوجود شيء غريب اسمه المعلقة، فبيستعملها غلط، بيلاقيها غير مجدية فبيرميها خالص وياكل زي الكلب. ولما بتيجي الأم تحاول تفهمه وتشرح له إزاي ياكل بالمعلقة برضه بيتوتر وبيعيط وما بيفهمش ليه برضه. ما أنا ممكن آكل كده وخلاص. ده مشهد تاني يشرح لك دايرة الفيلم أو فكرة الفيلم الرئيسية اللي عايز أوصلها لك، اللي ما بتخلص. هي شرحت له إزاي ياكل بالمعلقة، بس ما شرحتلوش ليه ياكل بالمعلقة. فلما حاول يتعامل مع اللي مش فاهمه اتوتر وعيط، ولكنه ما بيحاولش كتير، بيرمي المعلقة تاني ويرجع ياكل بإيده زي الكلب وياخد الأمور ببساطة، فبياكل وهو مبسوط وفرحان. ستوب هنا كده، الطفل والكلب واحد، الأم وناجي صفر. ليه؟ عشان المهم انت ما تكبرش الموضوع وكل حاجة هتمشي طبيعي. بالظبط كده، الاصطدام بالواقع العبثي. بس ده يفسر لنا ألغاز كتير قوي في الفيلم صديقي المشاهد. تعال نوقف كلام عن الفيلم ثواني عشان أوضح لك الصورة أكتر. كامو الحياة بالنسبة له سوء تفاهم، عبثية. أشرف فهمي وأسامة فوزي بيقولوا لك مجهول، ودي نقطة التقاء الفيلم بالرواية الحقيقية من وجهة نظري. هما بيقولوا لك ده مجهول بالنسبة لك، متعب وموتر وهيخليك تعيط. فألبر كامو بيرد عليهم وبيقول يا جماعة إن العالم في حد ذاته ليس معقول، ذلك ما يمكن أن يقال. وبس كده، نرجع لفيلمنا. أظن كده الصور ابتدت تبقى أوضح ليك، محتاجين بس نقفل الخطوط الدرامية بتاعت شخصياتنا ونبدأ بمديحة اللي خطها مظلوم جدا في الفيلم وفي حلقتنا والله، بس عشان حقيقي هي زيها زي الطفل. ما تتصدمش، بل يمكن هي أضعف من الطفل كمان. فبنمر سريعا كده على مشكلة الفراغ العاطفي اللي عندها كأنثى، عشان نروح للمشهد الجميل اللي بعده، اللي بيجيب الطفل عصفورة في قفص عشان ما نعرفش، وبتروح مديحة الغابة، فبنشوف في المشهد القفص جواه العصفور ومديحة، والعصفور بيجي يمين وشمال ومديحة بتيجي يمين وشمال لحد ما بيقفش الطفل العصفورة في ايده. والنبي تعالى بص معايا على جمال توصيل المعنى بالتمثيل والمزيكا. لحد دلوقتي المشهد ماشي تمام، يلا يا طفل طاير العصفور، يلا يا مديحة هربي.
ولكن بتخش مزيكا مختلفة على المشهد غير المزيكا المعتادة للطفل. بيتغير وش الطفل وبيرجع يبص للسما تاني، بس المرة دي مش حالم، المرة دي غاوي، المرة دي طماع، عينه بتضيق وبيركز على هدفه، إنه نفسه في جناح زي اللي مع العصفور ومع الطير. فعشان كده الPOV بتاع الطفل هو السما والطير والحرية وكل المعاني الجميلة، فبينسى إنه دايس بقبضته على عصفور بريء فبيموت العصفور. ده بالظبط اللي حصل مع مديحة وأمها. أمها خدتها معاها لكندا عشان ترعاها وتربيها، وعشان هي بتحبها، وعشان هيجي يوم من الأيام وترجعها بلدها وتخليها تعيش حرة. بس بسبب عمل أم عن أي شيء وأنانيتها حتى في الحب، فضلت ماسكة في مديحة ومش عايزة تسيبها أبدا، فقتلتها. رغم إنها كانت تقدر تديها فلوس وتسيبها ترجع مصر، بس هي ربطت مشاكلها بمشاكل مديحة وقعدتها جنبها وفضلت متبتة فيها لحد ما ماتت مديحة زي ما مات العصفور. يجي بقى واحد يقول لي يا راجل حرام عليك، انت عايز تشبه الطفل الجميل ده بالأم. أيوة، عشان كده المخرج كان لازم يموت العصفور على إيد الطفل مش على إيد الأم، عشان يأكد لك على رسالته بشكل يضايقك كمشاهد. حتى الطفل البريء رمز النقاء والجمال والطيبة لو ابتدى يسخر كل اللي حواليه عشان يرضي أهدافه اللي هي حتى ولو أهداف سامية وجميلة، هيبقى زيه زي الأم. ودي تاني رسالة يوجهها المخرج ليك. حتى لو انت بريء، حتى لو انت طيب ونقي، لو للحظة حطيت مكانك في رمز السيطرة على الكون فدى أهدافك، هتبقى قاتل وما تفرقش حاجة عن الأم. حتى الطفل مش عيب إنه يفكر في نفسه زي الباقي، بس مجرد ما يستعملهم ويتحكم فيهم فقط لأجل أهدافه زي ما الأم كانت بتقتل الزباين وقتلت مديحة، الطفل هيتحول لقاتل. نرجع بقى لآخر خط درامي معانا وهو ناجي. بيروح الفندق ولكنه بسبب طمعه في معرفة أكثر من اللازم بيبوظ الدنيا، ولأنه ما خدش الأمور ببساطة زي ما قالت مراته الدنيا بتبوظ معاه، فبيقرر يروح الفندق لأمه وأخته بس ما يقولش اسمه وما يقولهمش هو مين، طبعا في معرفة المجهول وخوفا من إنهم يخبوا عليه. فبيحصل سوء الفهم عند الأم، وبسبب جهلها بهوية ابنها بتقتله وبتعرف بعد فوات الأوان. ولكن قبل مشهد النهاية بيحصل أقوى صدام من أقوى شخصيتين مبنيين عندنا، ناجي وأمه، واللي قلتلك في أول الحلقة إنهم شبه بعض جدا، فكان طبيعي إن لقائهم ما يبقاش سهل خالص. فبيمر الوقت عشان يبقى الوقت هو الفيصل ما بين معركة ناجي وأمه، فبيبان تشابههم جدا في المشهد ده. ناجي متمسك بإنه عايز يعرف معلومات منهم وبيقاوح، والأم بتقاوح إنها مش عايزة تكتر معاه في الكلام وعايزاه يموت بسرعة. وبنفضل كده لحد الجزء الأخير من الفيلم. ناجي مش عايز يسيب هدفه والأم مش عايزة تسيب هدفها، فبتحط له المخدر مرة في الشاي ما بيشربوش. انت ما شربتش الشاي بتاعك. عبثية القدر بتنقذه ولكنه بيصمم يكمل، والأم عبثية القدر بتنقذها من قتل ابنها ولكنها بتصمم تكمل، لحد ما في النهاية ناجي بيتخدر فعلا ولكن بدون صوت. بص هنا، الأم بترمي الباسبور وبتمسك في الفلوس، رغم إنها لو كان العكس، لو كانت ادت فرصة لنفسها تبص على الباسبور كان خلاص هيفوق من المخدر وإن هي سعيدة وعادي. بس هي أول حاجة بصت عليها هي الفلوس، فما شافتش الباسبور. فكبداية الفيلم بياخد الطفل ناجي ويروح يرميه في المية، وبتكتشف الأم إن ابنها بعد فوات الأوان. وبص هنا في المشهد ده، حتى بعد فوات الأوان هي لسه ماسكة في الأرض، لسه برضو عنيدة متمسكة بهدفها الأساسي. ناجي بنتها بتنهار اللي هي كانت السبب في موتها وموت ناجي، وبرضو سابتها وراحت جريت ورا هدفها الأساسي ناجي، فحتى بترمي نفسها وراه. فبيموت ناجي وبتموت الأم، فداء هدفهم نفس الموتة، غرقانين في البحر، غرقانين في دايرة البحث عن المجهول بسبب سوء الفهم. طب الطفل زيه زي أي كلب هتفك الجنزير بتاعه. عادل أدهم بيعمل أول حركة جسدية وهي الخوف والوحدة زي الطفل اللي اترمى لوحده، ولكن بعدها بيبص للسما، وفي الحقيقة هتبان لك النهاية إن خلاص كده الطفل اتحرر وهيبقى طير. ولكن المخرج بيلفت نظرك لحاجة مهمة بالمزيكا وبالكاميرا. الطيور دي ماشية في مجموعات مع بعضها وبيطيروا
بانتظام مع بعض. فهو هنا كأنه بيقول لهم ما تسيبونيش انتوا كمان، خدوني معاكم، انا مش عايز ابقى لوحدي، انا مش عايز ابقى كلب. فبيظهر اسم الفيلم على السما وهو المجهول، لان الطفل يا صديقي المشاهد هو كمان ما يختلفش عنهم كتير، كان بيبحث في السما عن المجهول، كان عايز يعرف الطيور دي بتسافر لحد فين. فما انتهاش الفيلم نهاية سعيدة حتى على الطفل، لأنه للأسف ما يختلفش عنهم زي ما قلت لك، بيبحث عن ما هو مجهول. فبيفضل تعيس بمزيكة سامي نصير وبأداء عادل أدهم، فبيفضل تعيس. وهي دي سنة الحياة، هنفضل ندور على حاجات مجهولة بالنسبة لنا وننسى نعيشها بتفاصيلها وجمالها بدون التدخل في شؤونها. بس ازاي؟ بيتكتب عليك التعاسة يا باحث عن المجهول. وبس كده، شكرا.